جديدة من توكيل توكل، والنهاردة معانا عربية سوبر كار لامبورجيني هيريكان 2017، بس مش العادية، مش الكوبيه، دي سبايدر. الفرق ما بينهم ان دي بتفتح سقفها زي سوفت توب. لامبورجيني أول ما بدأت كانت شركة لتصنيع الجرارات الزراعية. أيوة، الجرارات الزراعية في 1940. مالكها اسمه فروتشي لامبورجيني. فروتشي ده بقى إيه، جه في 1940، كان مختلف تماما في تصنيع الجرارات دي، وكان أحسن جرارات تعملها هي من لامبورجيني. 1963 بدأ عمل اللي هو عمله، عمل ثروة ما بعدها ثروة من الجرارات، عمل فلوس قد كده. وكان هو بيحب يركب العربيات، كان عنده مثلا مرسيدس وفراري، حد ما حصل كده مشكله، كان جاب عربيه فراري وحصل فيها مشكله، وراح لفراري قال لهم انا عايز اقعد معاكم اناقش ايه المشكله دي، انا راجل مهندس. ومعلومه ليكوا برضو، الراجل ده كان مهندس في الجيش الايطالي، بيشرف على قسم الميكانيكا. الراجل راح قال لفراري يا جماعه انا عايز اقعد معاكم نشوف كده في مشكله عندي في العربيه واناقش معاكم شويه حاجات، انا راجل مهندس. فراري رفضت، ومن هنا جت فكره ان هو يفتح مصنع للسوبر كورس. وفي 1966 عمل اول عربيه كان اسمها 350 جي تي هيريكان. دي عربيه بديله لجالاردو، اللي هي لامبورجيني جالاردو اللي نزلت في 2005 اظن، وقعدت 10 سنين لحد 2013. لحد 2013 وقفت تصنيعها، بطلوا يعملوها. عملوا دي بقى في 2014، وفي 2016 نزلوا السبايدر. كانوا بينزلوها الاول كوبيه عادي، بعد كده نزلوا بقى السبايدر دي في 2016، واللي معانا دي 2017. انا عارف ان انتوا عايزين تسمعوا الصوت على طول وانجز، احنا عايزين نسمع الصوت وعايزين نشوف التسارع والكلام ده، وفكك من المعلومات اللي انت بتقولها، انجز وهات بقى صوت الاكزوست، هات العربيه وهي ماشيه، انجز معانا. السبايدر ليها ميزه ان هي مش بتفقد ادائها الرياضي حتى لو فتحت السقف. بالديزاينز بتاعتهم التحفه اللي هم عاملينها في العربيه، مخلي لك ان مفيش اي حاجه تاثر في انسيابيه العربيه حتى وانت فاتح الفتحه بتاعت السوفت توب. السوفت توب ده سوفت يعني عشان قماش، تبقى كده فتحه قماش. وخلي بالكم فيراري كله بيعمل هارد توب، توب كده ايه اللي هو نفس صاج العربيه. دي بقى سوفت توب، عربيه مكشوفه وفي نفس الوقت ما تفقدش الرونق بتاعها بتاع العربيه السوبر كار. LP يعني عربية طويلة الخلفية. يعني ايه طويلة الخلفية؟ يعني العربية هتلاقيها من ورا، من الحتة بتاعت الموتور من ورا أطول من قدام. يعني هتلاقي الحتة اللي ورا دي أطول بكتير من الحتة اللي قدام. هتلاقي الحتة اللي قدام قد كده، الحتة اللي ورا قد كده. هتلاقي الموتور جاي من نص، من 3/4 العربية كمان، يعني أكتر من النص. الموتور هتلاقيه موجود في النص العربية. دلوقتي بقى اجرب لكم اللي انتوا كلكم عايزين تسمعوه، انجز وهات لنا الصوت. هجيب لكم الصوت، اسمع بقى. انا ما عملتش حاجه والله العظيم، ما عملت حاجه، انا بس ايه، حطيت سنه بس. تعالوا بقى اكلمكم على البرفورمانس بتاع العربيه. العربيه دي في 10 سلندر 5200 سي سي، تنفس طبيعي. وخلي بالكم لامبورجيني وفراري وكل العربيات دي بتنزل عربياتها تنفس طبيعي، كله تنفس طبيعي، مفيش تربوهات، انسى موضوع التربو ده.
والتنفس الطبيعي على فكره ساعات بيبقى يعني ساعات هما بينزلوه في العربيات دي عشان هو بيبقى احسن بكتير جدا عند الار بي امز العاليه. يعني مش هتلاقي العربيه بتنقل منك عند 2 و3، لا هتلاقي بتجيب اخر النقله وبعد كده تروح راجعه تاني. العربيه السسبنشن اللي فيها هم قالوا ان هي ماجنتيك، يعني هي مغناطيسي، يعني هي بتتفاعل مع الطريق اللي انت ماشي عليه. طبعا هنا برضو في زرار بيعلي ويوطي العربيه، يعني لو جاي على مطب بدوس على الزرار ده عشان يطلع وينزل. هاخد لكم بقى جوله كده بالعربيه. لامبورجيني لما جت تعمل العربيه دي عملت كده ايه زي ديسكريبشن للعربيه. بقول لكم الديسكريبشن بالانجلش وبعد كده نترجمه بالعربي. قال لك هي ديزاين تو كات ذا ايه ذا اير، تو كات ثرو ذا اير وبيكم وان وذ ذا سكاي. معنى الكلام ده ان هو بيقول لك هي العربيه دي تقدر تقطع الهواء وتكون وحيده في السماء لوحدها. ده الديسكريبشن اللي هم قالوه وهم بيعرضوا العربيه للجماهير. فكان عايز يعمل لك حاجه كده ايه بومينج كده، حاجه جامده جدا. يعني تصميم العربيه دي جاي من حاجه اسمها، هم بيكتبوا الديسكريبشن بتاع العربيه حاجه اسمها كربون اتوم، وهو واخد برضو شويه من خليه النحل. وبصينا على الشبك اللي هنا ده، بصينا على الشبك اللي ورا، بصينا على الشبك اللي هنا، هتلاقيه واخد يعني الدايمنشن 6، يعني 6 اضلاع. هتلاقي اي حاجه في العربيه معموله على شكل 6 دايمنشنز كده. يعني أكرة الباب 1 2 3 4 5 6، المفتاح الستارت 6، الفتحات التكييف 6، كل حاجه معموله هنا على 6 دايمنشنز. المرايات 1 2 3 4 5 6 برضه. هم واخدين اللي هي التقسيمه اللي هي الستة دي عاملينها في العربيه كلها، حتى من جوه وحتى من بره. العربيه من الجنب برضو هتلاقيها هي واخده ال6 خطوط، العربيه من الجنب برضو هتلاقيها من ال6 خطوط. وهي زي ما بقول لكم كتبوا ان هي ليها علاقه بالكربون اتوم، ولو عايزين بقى تعرفوا الكربون اتوم هحطها لكم في الفيديو وانا شغال. بالنسبه للاختلافات ما بين الشكل ده والشكل اللي قبليه، اول حاجه البرفورمانس زاد عندنا 40 هورس باور من 570 هورس باور، واللي معانا دي 610 هورس باور. بصينا على الكلمه اللي في الجنب هنلاقي مكتوب ال بي 610 4 يعني اول ويل درايف. الجر كله جاي من الاربع عجلات. اختلف برضو الفتيس هنا دول كلتش، وخلي بالك ده مش اي دول كلتش. ليه بقى؟ دول كلتش ده على كلتشين، والكلتشين قد بعض. يعني قبل كده في اي عربيه دول كلتش بتاع يعمل لك ايه؟ يعمل لك الاول والثالث والخامس في كلتش، وتلاقي الكلتش ده حجمه بيفرق عن الكلتش التاني اللي هو الاثنين واربعه والسته. هنا بقى عمل لك دول كلتش، نفس الكلتش مقاسه هو اللي عشان ما ياثرش على اي عزم عندك، تلاقي العزم حاضر معاك في النقلات كلها بتاعت الفتيس. انا بقى اكلمكم على الشكل الامامي للعربيه. الفوانيس دي اختلفت عن الجيل القديم. الفوانيس هتلاقيها طالعه لبره شويه. زمان كنت بتلاقي الفانوس كده هنا واخد حته كده من الكبوت، هو الكبوت حاجه واحده. لو بصينا طبعا على الوش الامامي، انا مش هتكلم انا على ايروداينامكس، يعني انا مش انا اللي هتكلم، يعني الصوره هي اللي تتكلم. طبعا لو بصينا على الخطين دول هم واخدينهم من الدي ان ايه بتاعهم. الدي ان ايه بتاعهم ان هم عندهم دايما الخطين دول، وتقريبا في اول عربيه ليهم كانوا منزلين الخطين دول، فدايما في عربياتهم تلاقي الخطين دول المسحوبين دول. كل حاجه اختلفت عن الجيل القديم، كل حاجه، فوانيس، صدامات. تلاقي بقى طبعا في سنسور امامي، تلاقي هنا في شبك
واخد شكل خلايا النحل. الفوانيس هنا واخده الواي شيب. طبعا هو متغير ليد وترن سيجنال. بص على الشنطه، والشنطه هنا يا جماعه قدام مش ورا، ورا في الوحش اللي ورا. هنا بقى نشوف الشنطه رقيقه، يعني شنطه هتحط فيها مثلا ايه، شنطه صغيره، ما هتحطش اكتر من كده. ده طبعا 12 فولت بس. كده دي الشنطه 70 لتر، ويعني كتر خيرهم ان هم اصلا في شنطه اصلا في العربيه. عشان بس تبقوا عارفين، فتحه السقف هنا بتفتح في 17 ثانيه، وده رقم معدل سريع جدا لعربيه سبورت كار بتفتح سوفت توب، فده معدل جامد جدا. وكانوا كاتبينه برده في الديسكربشن بتاع العربيه ان هي يعني متفوقين فيه. تعالوا اجرب لكم بقى القفل والفتح. مزيكا مدلعكم اهو، فتح وقفل وكل حاجه. هي بتفتح في زي ما قلت لكم في 17 ثانيه، وده معدل حلو جدا لعربيه بتفتح وتقفل سوفت توب، او بتفتح وتقفل يعني عربيه مكانها. العربيه اللي الجنب، واكتر حاجه هتخطفك في العربيه هي الخطوط الجانبيه اللي قلت لكم، اللي واخده ال6 دايمنشنز بتاعت اللي قلت لكم خليه النحل اللي هم حاطينها في العربيه كلها، من اول المرايات ال6 دايمنشنز 1 2 3 4 5 6، الاخرى بتاعت الباب، العربيه من الجنب 6 دايمنشنز برضو، الجنط بقى. انا هسيبكم انتوا ايه يعني ايه تتفاعلوا انتوا معايا. لو عرفتوا الجنط ده مقاس كام اكتبوا لي في الكومنتس تحت، انا هعمل لكم ايه كده شويه سسبنس يعني. طبعا اللي قلنا البريكنج سيستم كله اتغير، وفي الكاليبر نفس لون العربيه، طبعا مكتوب عليه لامبورجيني وظبطك يعني. طبعا الفرامل هنا طبعا كبيره وفيها مخرمه، طبعا ليه؟ عشان الحراره بتاعت انت بتوقف 610 حصان، انت عايز توقفهم من غير ما يحصل بقى حراره والكلام ده. عربيه الحتت دي اللي فيها التهويات دي جديده على فكره، بداوا ينزلوها جديده في العربيه. وبرضه هنلاقي هنا برضه تهويات، وهنلاقي هنا كمان في اللي هو الهواء اللي هو يمنع صوت الهواء للي قاعدين جوه. وخلي بالكم هم عاملين ديزاين جامد جدا في الكراسي. الكراسي هتلاقيها واخده الشيب اللي هو قافل على جنب السايق وجنب اللي قاعد جوه. زمان كان لما بتروح تشتري عربيه سوبر كار، اي اتنين قاعدين جوه مش سامعين بعض. دلوقتي بقى هم عملوا كرسي مقفل من الجناب، وهتلاقي اللي هي الويند شيلد دي، وهتلاقي كمان ازاز ورا، فاللي قاعدين جنب بعض سامعين بعض. العربيه من ورا طبعا احنا نسينا اقول لكم حاجه، العربيه فول LED، يعني مفيش لمبه هالوجين واحده، كله ليد، كل العربيه ليد. فوانيس الخلفيه بالشبكه اللي ورا دي شبكه على شكل خليه النحل برضه. طبعا بقى في هنا اللي انتوا كلكم عايزين تسمعوا صوته 610 حصان، هجيلكوا بقى كمان شويه هسمعكم صوته. الاكزوست هنا طبعا ريل حقه حقيقي، فتحتين. ولو بصينا على الشكمان على فكره عاملين حاجه حلوه جدا، عاملين تب فوق التب. ليه بقى؟ عشان العربيه ما تنزلش ميه على يعني العربيه ما بتدور المواتير اللي هي الكبيره واللي هي بتبقى كويسه يعني صحتها لسه بخير، تلاقي الموتور مثلا لو جبت اي عربيه جديده تلاقي بتنزل ميه من الشكمان. فقال لك بقى انا هعمل لك تب تشيل لك الميه دي، فعامل التبس دي اللي هنا. هنلاقي في سنسور خلفي وفي كاميرا خلفيه، مفيش كاميرا اماميه بس في كاميرا خلفيه. خلي بالك انت راكب سوبر كار، فانت مش هتدور على بقى الكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه. انا لو راكب سوبر كار مش هبص عندي كاميرا خلفيه ولا مفيش كاميرا، انا عايز اركب عربيه موتور جامد بس. نبص بقى على الطاره. الطاره هنا فيها حاجه حلوه جدا بدات تنزل في الشكل ده، الانيما اللي هي مثلا ايه العقل المدبر او الروح بتاع العربيه. الزراير هنا هنلاقي استرادا يعني ستريت، يعني تمشي في الشارع. وخلي بالك كل حاجه بتأداب على حسب اللي انت هتختاره هنا. يعني ستريت تلاقي صوت الشكمان هدي، السسبنشن اتغير، هتلاقي صوت الموتور اتغير،
هتلاقي ان الفتيس نقلاته مش زي مثلا ما تجيب على سبورت. السبورت بيبقى اسرع، صوت الشكمان بيعلى. الكورسه طبعا دي بقى بتاعت التراكات، فاعتقد احنا مش هنحتاج النهارده ان شاء الله نجيبها على التراكات. يعني اخر حاجه ممكن نعملها هو السبورت. العربيه من جوه في الحته الحلوه الجميله دي، بيانو بلاك دي. الفتيس هنا الار بس هو اللي بترجعه، والباقي النقلات لما بتجيب الدي بتجيب الدي من هنا، بتجيب الان من هنا. لو عايز تجيب الان لازم تدوس دوستين كده على الاثنين دول مع بعض. طبعا هنلاقي كلمه لامبورجيني مكتوبه على التابلو من هنا. وطبعا بقى الخامات انا يعني مش هقعد اقول لكم بقى بلاستيك، لا مفيش بلاستيك في العربيه يعني. هنا ده سوفت تاتش ناعم جدا. في الكنتاره هنا قدام خالص، في هنا برضو جلد، يعني ده جلد، فالخامات لا يعلى عليها. الحاجه الوحيده ما فيش مساحه تخزين، وخلي بالك انت مش محتاج مساحه تخزين يعني مساحه التخزين الوحيده دي هنا صغيره جدا، ودي صغيره جدا جدا جدا. يعني اخرك تحط في العربيه دي شويه ورق، ما تحطش اكتر من كده. يعني انت ممكن تلاقي اصلا مكان لموبايلك بالعافيه، ممكن تحط موبايلك هنا مثلا. برضه مساحه التخزين هنا، في مساحه تخزين تحت كده، ممكن تحط بقى دي فيها موبايل. هنلاقي هنا شويه شورت كاتس كده كتير، هنلاقي الازاز، هنلاقي الليفتنج سيستم، التعليه والتوطيه بتاعت العربيه. العربيه بتوطى وبتاع. دي اس سي، تفتحه وتقفله. طبعا انتظار